أنا شخصيا ما عم أعاني من صعوبات، ما عم أعاني من صعوبات، عايش مبسوط ومستور. بس أنه بعيد عن هالقرطة اللي يحكمها بشار الأسد وزبانيته. حتى لو بركنا تحت هذا الشادر، حتى لو بقينا سنوات، نحن يعني إذا تدمع عيننا ما تدمع عيننا خوف من حدا، بس تدمع عيننا حسرة على أنه تكالبت علينا كلاب الأرض وتخلت عنا كل دول العالم من عرب وعجم بصراحة. يعني نحن اللي غالي علينا جبناه معنا، كرامتنا وعرضنا وديننا، تركنا له اللي غالي عليه من أبواب وشبابيك وحجر وكدر وشجر، خليه يقلع ويخرب على كيف. بدنا نكسر عينه مهما كان إن شاء الله ما نرجع، لأن الركوع فقط لله يستحق الركوع. أما نركع لإنسان غير الله لا يستحق الركوع، لا، نركع لمن يستحق الركوع.